إلا لبعولتهن أو آباءهن أو آباء بعولتهن أو أبناءهن أو أبناء بعولتهن أو أخواتهن. انظروا إخواني، أو بني أخواتهن. أحبتي حياكم الله جميعا. تخيلوا هذا أبو صحن الذي لا يحسن قراءة القرآن طعن في النبي عليه الصلاة والسلام في مناظرة أمام الناس، قال أن النبي فشل في تبليغ الدين. رواية. أولا إخواني الكرام، الفشل مو شيء معيب. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشل، نعم، ما تحققت دولة العدل الإلهي. وين المشكلة في هذا؟ أنا أقولها وأنا مسؤول عن كلامي هذا. ليش؟ الدليل أن الأمة انقلبت بعده، الأمة انقلبت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا يعني المسألة واضحة. أما سمعتموه يا شيعة يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام فشل في تبليغ الدين. طيب، الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت والنبي عليه الصلاة والسلام حي. إذن النبي بلغ الدين وأدى الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، كمل الدين. يأتي هذا ويقول لك أن النبي فشل، يعني 23 سنة النبي لم يبلغ الدين، فشل في هذه المهمة. بالله عليكم هذا كلام مقبول؟ إذا سألته هل المهدي فشل ولا نجح سيقول لك نجح. تقول لهم هل الأئمة من بعد النبي فشلوا ولا نجحوا؟ يقول لك نجحوا. كن أكيد لن يتجرأ أن يقول أن الأئمة فشلوا، ورب الكعبة من علي إلى المهدي لن يتجرأ. اسألوه، قولوا له هل إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فشل فهل الأئمة نجحوا ولا فشلوا؟ إذا قال لك فشلوا أنا أقفل هذه القناة. لن يتجرأ، لأن هذا يقول ما قاله سيده الخميني تجرأ وقال لك أن الأنبياء وسائر الأنبياء وحتى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم لم ينجح، وحتى النبي لم يوفق في تبليغ الدين، والذي سينجح بكل معنى كلمة هو الإمام المهدي المنتظر. أي طعن، أنتم تطعنون في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وتدعون أنكم من أمة محمد. بالله عليكم هل يوجد واحد من أمة محمد يقول عن نبيه فاشل في تبليغ الدين؟ سبحان الله، لن تجد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة إلى يومنا هذا إلى أصغر طالب علم لن يتجرأ أن يقول عن النبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أنه فشل في تبليغ الدين. أما أنتم عندكم جرأة على رب العالمين، على النبي، خير دليل أنكم تطعنون في أصحابه وفي زوجاته. ويأتي شخص ويقول أريد أن أناظرك في عصمة النبي. أنتم تقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم في التبليغ. نعم، معصوم فيما يبلغ عن ربه، فنحن لم نتجرأ ونقول أن النبي عليه الصلاة والسلام فشل. سؤالي لكم يا شيعة، أنتم عندكم النبي عصمته مطلقة من سهو وخطأ ونسيان، هل الذي عصمته مطلقة ينجح ولا يفشل؟ وسؤالي لكم، إذا كان عندكم النبي فشل في تبليغ الدين، سؤالي لكم الأئمة الاثنى عشر فشلوا ولا نجحوا؟ ردوا. وأنا أتمنى من شخص يصعد عند هذا أبو صحن ويسأله هذا السؤال، نريد إذا كان النبي عندك فشل في تبليغ الدين، هل الأئمة من بعده نجحوا ولا فشلوا؟ وسنرى هل ستغضبون للنبي عليه الصلاة والسلام وتنتصرون له وتطيحوا حظ هذا الذي يقول أن النبي فشل في تبليغ الدين، أم ستكملوا المسيرة وتطعنون في عرض النبي وفي زوجاته وفي أصحابه؟ لأنكم أنتم كالقطيع لا تنتبهون. نحن نوضح قوله
كلامه واضح. قال لكم يا إخواني، نعيد لكم قوله. إخواني الكرام، الفشل مو شيء معيب. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشل. نعم، ما تحققت دولة العدل. فشل يقولها بكل ثقة. النبي فشل في تبليغ الدين. وكيف وصل لك الدين إلى العراق؟ وكيف وصل الدين إلى شمال إفريقيا؟ وكيف وصل الدين إلى إلى أنحاء العالم؟ من؟ سبحان الله. لأنكم عندكم اعتقاد أن الصحابة ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أنتم عندكم النبي، أنتم نبيكم فقط الذي بقي على الإسلام من بعده 4. كل الأمة 120 ألف صحابي ارتدوا، بقي منهم 4. هل يصدقه العقل؟ هذا كتاب كشف الأسرار للخميني، الصفحة 155. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: والواضح بأن النبي، حتى هو ما صلى على النبي، قال: والواضح بأن النبي عليه الصلاة والسلام من عندي، لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر به الله وبذل المساعي في هذا المجال، أي في مجال الدعوة، وبدل المساعي في هذا المجال، لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك، ولما ظهرت تم خلافات في أصول الدين وفروعه. يعني يحمل المسؤولية للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنه لم يبذل المساعي في هذا المجال، أي في الدعوة. قال: بسببه اختلفت هذه البلدان الإسلامية. أنتم الذين جئتم بدين يختلف عن دين الإسلام، وما بني على باطل فهو باطل. أما الإسلام بني على أسس، على كتاب الله والسنة النبي والإجماع. فأنتم الذي خالفتم هذه الأصول، وقلتم لا يؤخذ الدين إلا من معصوم، فورطتم أنفسكم وجئتم بهذه الاختلافات، وحتى زرعتم فتن بين الدول. أنتم من جئتم بهذه الفتن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر ومن دلال نبوته أن هذه الأمة ستفترق، وأنتم افترقتم، وأعطانا المنهج الصحيح. قال: ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. وهذا الحديث موجود عندنا صحيح وعندكم صحيح. وجاء المجلسي وحرفه وقال: ما أنا عليه أنا وأهل بيتي. فالمنهج الصحيح ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. فنحن نتحرى الدين الذي كان فيه النبي وأصحابه رضي الله عنهم، فنتبعهم بإحسان كما أمر الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نحن اتبعنا، قلنا سمعا وطاعة لرب العالمين ولنبينا، واتبعنا منهج المهاجرين والأنصار، وأكيد يدخل فيهم حتى أهل البيت عليهم السلام ورضي الله عنهم أجمعين. هذا كتاب مختارات من الأحاديث والخطابات للخميني. شوف ماذا قال: فكل نبي من الأنبياء إنما جاء لإقامة العدل، وكان هدفه هو تطبيقه في العالم، لكنه لم ينجح. ضد النجاح هو الفشل. وحتى خاتم الأنبياء صاد الذي كان قد جاء للإصلاح البشر وتهذيبهم وتطبيق العدالة، فإنه أيضا لم يوفق، حتى هو فشل والعياذ بالله. وإن من سينجح، ركزوا، من سينجح، وإن من سينجح بكل معنى كلمة ويطبق عدالة في جميع أرجاء العالم هو المهدي المنتظر. يلا، الأنبياء فشلوا، والذي سينجح هو المهدي المنتظر. عندكم طعن صريح في النبي وفي الأنبياء عليهم السلام. لكم الحكم. نحن ما قلنا شيء، فقط هذه غيرة على نبينا صلى الله عليه وسلم. رغم أنه هذا لا سواء لا الخميني ولا هذا أبو صحن كانوا يتكلمون عن نبي الشيعة الموجود في الشيعة. هم لما قرأوا ودرسوا استقرأوا أن نبي الشيعة فشل في تبليغ الدين، رغم أنه معصوم من سهو وخطأ ونسيان. أما نحن لن تجدوا صحابي ولا تابعي ولا تابعي ولا الأئمة الأربعة إلى زمننا هذا، إلى أصغرنا، يقول أن الأنبياء فشلوا، أو حتى أنه لا يقول حتى على صحابي، لا يتجرأ أن يقول على صحابي أنه فشل. سبحان الله، فما بالك بالنبي عليه الصلاة والسلام. أختم بهذا، ولكم الحكم.
شوف، الحق واضح. الله يقول وقولوا الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والله هؤلاء يسرقون لكم آخرتكم، والله سيجرونكم إلى جهنم جرة. اتقوا الله وارجعوا تبرؤوا من هؤلاء الذين هذا لا علم ولا فهم. قلنا لكم هذا لا يحسن حتى قراءة القرآن. قل له اقرأ الفاتحة صح، ما يعرف يقرأ، وجاء يقيم النبي عليه الصلاة والسلام مش نجح ولا فشل. من أنت؟ ويضرب ما يقولك الفشل معيب، النبي فشل. اضرب مثل بالأئمة، ليش تضرب بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا أختم ولكم الحكم. أنا من باب الغيرة يا شيعة نصحتكم. هو كان يتكلم عن النبي الشيعة. ألستم أنتم قلتم إننا لا نجتمع مع أهل السنة لا في إله ولا في نبي؟ أنتم عندكم ربكم وعندكم نبيكم. أنتم الذي قلتم إننا لا نجتمع مع أهل السنة لا في إله ولا في نبي ولا إمام، وذلك أنهم قالوا أن خليفة نبيهم هو أبو بكر، فذلك الرب ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. سنرى هل ستغضبون وتنتصرون لنبيكم يا شيعة؟ سنرى. أنا أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولأهل السنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.